فاكر قلت لك قبل كده كلمتين حلوين قوي، قلت لك قبل كده في جمهور في النادي الاهلي او في افراد في جمهور النادي الاهلي تبقى خطر على الاهلي نفسه اكتر من ناس تانية بره، مثلا في جماهير الخصم او في اعلام الخصم. وقلت لك حاجه على المهندس خالد مرتجي قبل كده، قلت لك كنت اتمنى هو اللي يكون ماسك الملف بتاع تركي آل الشيخ، لان اكيد مش من مصلحه اي نادي يخسر حد كان بيدعمه بالمنظر ده. الكلام ده طبعا قبل المشكله، عشان ما حدش يقول لي انت عايزه يرجع تاني، بكلمك قبل المشكله. لما اتسالت ليه قلت لك المهندس خالد مرتجي انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي، يمكن شفته او اتعاملت معاه مرتين في الاستاد، ما اعرفوش على المستوى الشخصي. كان قاعد قريب مني جدا في المرتين، شفته اتعامل معايا واتعامل مع ناس تانية من جمهور النادي الاهلي، راجل ذوق جدا وابن بلد قلت لك شكله كده ايه بالبلدي والنيه محترمه اللي اقصدها، يعني راجل صايع شكله يعرف يتصرف. قلت لك بروفايل واجهه وشكله كويس ومثقف متعلم كويس جدا، والراجل كمان في نفس الوقت صايع، يعرف ياخد حقه، يعرف يتصرف، يعرف لو حد طلع يجعجع ويقل ادبه عليه يعرف يطرقع له بالطريقه ويسكت. طيب شفنا النهارده فتيات الذهب اللي هم بنات الطايره بتوع النادي الاهلي، ودول لقبوا او اطلق عليهم اسم فتيات الذهب نسبه للبطولات اللي بيحققوها وكميه الذهب اللي خدوها. طب احب اقول لك الاول ان بنات النادي الاهلي النهارده حققوا البطوله رقم حاجه و90، وبقول لك رقم حاجه و90 في تاريخ النادي الاهلي كله كسيدات الطايره، لان انا ما اعرفش العدد كام، مش هكدب عليك، انا اخر رقم وقفت عنده كان من فتره كان 91 بطوله. بينما الزمالك انا فاكر رقم البطولات بتاعته لان رقم ما يتنسيش بصراحه، عندهم بطولتين فاستحاله انسى الرقمين دول. فيهم بطوله اول سنه ياخدوها، او هم عامه الزمالك كان اول بطوله حققها في تاريخه في سيدات الطايره كانت الموسم اللي فات، بطوله كاس مصر على حساب الاهلي ودوري ابطال افريقيا. دول اول بطولتين يخشوا دولاب نادي الزمالك العريق في الطايره سيدات. فساعه ما توج الزمالك السنه اللي فاتت بالكاس طلعت مصور، لا مش مصور صح، مريم متولي، دي حاجه ودي حاجه. مريم طبعا بنتها امها مش هم خالص، لا طبعا ناس كويسه. مريم بنت الاستاذه الخلوقه هناء حمزه، مالناش دعوه بام سلمى وبنتها، احنا بنتكلم عن ناس ثانيه. انا اتلخبطت سوها عليا بيني وبينك في الفيديو، افتكرت بتاع المونتاج كنا هنتكلم عن ام سلمى وبنتها، طلعنا نتكلم عن هناء حمزه وبنتها، ده حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. المهم مريم متولي طلعت على المنصه، شافت ناس من بيمثلوا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمرحوم الله يرحمه الراجل المحترم عمرو فاروق. طبعا شافت العمري فاروق الله يرحمه معديه من جنبه كده ايه فاهم، ولا كانها شافته. الصوره اهي، ما سلمتش على الراجل والناس كانت مادة ايديها على الناس اللي جايه، او كانت الناس مستنيه حد يجي، هي عملت نفسها مشيت ومش هنا. هاجي لك للحته بتاعت الجمهور الاهلي الاشخاص الخطر. طب تيجي الاهلي السنه دي الزمالك ما شاء الله بياخد برونزيه في كاس مصر بعد ما خرج من الشمس، والاهلي توج بالذهب زي ما قلت لك، فطالعين يتكرموا ياخدوا مركز الكومبارسات، لا مش كومبارسات، الثالث، لان الكومبارسات هيبقى تاني. خدوا مركز ثالث برونزيات. ما انا في الدفاع عني ما تشوفش، عشان ما تلاقيش واحد زملكاوي مستغرب او مالك، لا انا راجل اهلاوي ورحت ولا جيت، انا هكون معاك محايد في الفنيات. تلعب احسن مني اقول لك انت احسن مني، تكون تستاهل بطوله اقول لك تستاهل بطوله. حد هيجي عندنا انا ما اعرفش الحياديه ديت، الحياديه دي اعرفها في الفنيات بس، انا راجل محايد في الفنيات بس. المهم في مركز الكومبارسات ده مركز تاني، ما حتى ما خدوش المركز التاني السنه دي، خدوا ثالث في الكاس، فطلعوا يستلموا البرونزيات. الذكر خالد مرتجي بقى يسيبها اما اديها، دخلت مد ايديها، فالطبيعي يعمل مش من هنا، والسلام بمزاجك. يعني يا معلم انا هسالك سؤال بالعقل، انت تشوفني في الشارع انا اجي اسلم عليك، او المفروض انك تسلم عليا، وانت اللي داخل عليا تعمل نفسك مش شايفني وتمشي، وتيجي السنه اللي بعديها تسلم عليا؟ لا مش بمزاج امك هو معلم، مفيش الكلام دوت. انا قلت لك قبل كده كلمه برده كويسه، كابتن محمود الخطيب، عبد الشافي، ابو تريكه، الاخلاق دي انا ما بحبهاش. الاخلاق دي كويسه انها تكون موجوده، لكن لازم يكون عندك نص تاني تكون بتعرف تتعامل مع النوعيه اللي شبه مريم وهناء حمزه دول، لازم يكون عندك النوع دوت. لكن انت تبقى قاعد تدعي المثاليه دوت او شغل المثاليه، هم ناس مثاليه كلهم الثلاثه، الخطيب ابو تريكه عبد الشافي، ناس زي الفل. انا ده اقبله في النبي عليه الصلاه والسلام، اشوف اخلاق مثاليه ما عنديش مشكله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ان انا ابقى شاب الاقي واحد مش عايز يسلم عليا، والمره اللي بعدها اقول معلش خليك انت احسن منه، احسن من مين يا معلم انت هو؟ فطلع علينا شويه الجهابزه الاهلاويه، ما تفهمش الحال دي بتبقى راضعه ايه، ولا الحال دي لسه في ببرونه ببقها، انا مش قادر افهم الناس دي ايه. تشوف منهم شويه الكومنتات دول، وده واحد من الناس عشان نقفله بسرعه، شيل عشان نخلص، شيل. هبقى احط لك الكومنت بتاعه في الكومنتات. معترض وشايف ان دي مش من اخلاق الكبار، او شايف ان ده مش صح. وفي ناس تانية بقى، ده انا دخلت عايز اقول لك طبعا انت عارف ده الحدث اللي منتشر النهارده، الاول ترند اللي راكب السوشيال ميديا شويه، فدخلت طبعا كل الصفحات منزله الصوره بتاعت المهندس خالد مرتجي وما بيسلمش على اسمها ايه دي، حلنبوحه،
فما سلمش على حلنبوحه. المهم العيال داخله كاتبه جوه لا دي مش اخلاقنا، احنا اهلاويه اكبر من كده، واحنا ما كناش نرد الاساءه بالاساءه. فبيني وبينك العيال دي اللي زي دي انا مش قادر افهم، هو ده جمهور ايه ولا دي ناس طباعها زينا؟ ما علينا عشان نقفل، مش عايز اطول. للمره الثانيه بقول لك اتمنى ان المهندس خالد مرتجى ده يبقى البابا بتاع مجلس الاداره، يعني اللي بيتعامل مع الحاجات التقيله، لان الشخص ده زي ما قلت لك لو كان بيتعامل مع تركي آل الشيخ كان عارف يحجمه وعارف يكسب منه صح وعارف يتصرف معاه ويهندله بالشياكه بالطريقه. راجل المره الاخيره بقولها لك شكله بروفايل محترم، واجهه للنادي الاهلي واجهه مشرفه، مثقف جدا من عيله كبيره ما شاء الله وعيله عسكريه كويسه جدا. يعني عارف انت الكمال اللي لوحده طبعا، لكن كعضو مجلس اداره للنادي الاهلي كامل متكامل، لكن كشخص اكيد مفيش شخص كامل، الكمال اللي لوحده. فاتمنى بصراحه ربنا في اي كلاشات، في اي مشاكل، اي حاجات صغيره يتصدر فيها المهندس خالد مرتجي. ويا ريت لو انت اهلاوي كده عايز تبقى ما تقلش ادبك، احنا مش طالعين نشتم في حد ومش طالعين نقل ادبنا على حد، تعرف تاخد حقك، ما تبقاش طالع كده مدي نيجاتيف، ما تبقاش الاداره مش عاجباك في اي شيء. الاداره مثلا بتحقق انجاز نبدا نخش نبص لحاجه ثانيه. انا قلت لك 50 مره الاداره عندها اكيد بعض النقاط السلبيه، دول مش ملائكه، دول بشر. فاللي فيكم كامل يبقى يورينا نفسه ان انت انسان كامل ما بتغلطش او ما عندكش اي نواقص يعني. فكفاياك نقد، مش اي حاجه تنتقد فيها الاداره وخلاص. اللي عمله الذكر خالد مرتجى ده عين العقل، ونتمنى يحصل من اي حد يكون في مكانه في موقف زي كده. لحد كده مش عاوز اطول عليكم، واشوفك فيديو جديد. سلام.